أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. I love you Allah. من الأمور التي تؤدي إلى تحطيم الأسرة المن بين الطرفين، يعطي ويمن. مشاها العمرة قال دائم، وهو أكلها مرة في مطعم ولا في سوق ولا طلعها كل يوم يذكرها حتى تشنه، تقول الله يقلعك كم منيت هذا الشغلة. أو هي عندها فلوس وهو ينفق عليها طول الزمان، وبعدين استلمت الراتب ذاك اليوم قالت العشاء الليلة عندي، وراحوا يتعشون في مطعم سمك ولا أكل ولا شيء، وبعدين بعد أسبوع راحوا يتعشون ودفع الفلوس، قالت ما في مثل ذيك الأكلة حقتنا ذيك، مرة ما قد ذقت أحسن منها، يعني إنها دفعت الفلوس. ولهذا يقول العلماء، يقول لا تنكح من النساء ست أصناف، هذه خليهم برا: الأنانة والحنانة والمنانة والشداقة والبراقة والحداقة. يلا فسروا أنتم. الأنانة كثيرة التشكي، كل ما سمعت زوجها على الباب حزمت رأسها بالمنديل وقامت ظهري راسي عيوني وما فيها شيء لكن مدلع. الله أكبر عليه، شو على ظهره شو على عيونه. المرأة الصالحة ولو هي مريضة من يوم تسمع زوجها تنشط وتقوم وترمي الفراش وتجي مرحبا حياك الله يا مرحبا ألف الله يطول عمرك، ينشط. لكن ذي لا، تبغى تحول بيتها إلى مستشفى وتحوله إلى طبيب ولا مراسل طالع نازل. هذا غلط، هذه الأنانة. والثانية الحنانة اللي سبق لها تزوجت وتزوجها واحد بعده. المفروض المرأة إذا تزوجت برجل ثم أخذت آخر تطوي ملف الأول وترفعه ولا تذكره مرة. ليه؟ لأن ذكره يجرح مشاعر الرجل الجديد. حتى بالدعاء قد يكون الرجل الأول مات مثلا، إذا ذكر لا تقول الله يرحمه المرحوم ذي طعنة في قلب الزوج. اي نعم، تقول مرحوم لحالها لكن لا تقولها قدام بعلها، لأن هذا من الحنين، والحنين يجرح الرجل. الثالثة المنانة التي تعطي ثم تمن، وهذا جرح للرجل. ليه؟ لأن الرجل مسؤول على الإنفاق، فإذا منت عليه كأنها تطعنه في مسؤوليته وفي رجولته. الشداقة التي لا يفتر شدقها من الكلام، يعني لسانها مفتوح 24 ساعة، شغلتها الرغي. واحد كان عنده مرة من يوم يدخل خلاص قدوا يستعد، بعضهم يحط في مسامعه قطن تفقع طبلة أذنه من كثرة الهرج. فواحد عنده واحدة من هذا النوع راح اشتكاها للمحكمة، فجابها الشيخ قال أنت زوجي يقول كثرت الكلام عليه. قالت أنا أحب أهرج يا شيخ. قال طيب يوم كلام ويوم سكوت، يوم ولا كلمة تتكلمين، واليوم الثاني لا تسكتين، يلا خلي الله يعينه. فكانت في يوم الكلام تتكلم، إذا جاء اليوم حق السكوت طول يومه تقول بكرة الرغي بكرة الرغي بكرة الهرج بكرة الكلام، تتوعده بذا اليوم أن بكرة بيكون الكلام. فالشداقة التي تكثر الكلام. أيضا السكوت ما هو بزين، بعض النسوان مثل البركة ما تقول كلمة، وإذا بديت تسولف معها بصمت، وإن ردت ما تعرف، ما عندها كلام. هذه غلط وهذه غلط. يجب أن يكون للمرأة فن الحديث، فن التحدث، تتكلم لكن بالكلام الزين والكلام المرموق، الكلام المؤدب، الحوار الهادئ، هذا مطلوب. والمبالغة في الكلام أو في السكوت خلل. شداقة بقي كم الحين؟ بقي 2. والبراقة، البراقة هي التي تبرق في يد ضيفها، يعني الضيف يأكل عندهم الضيفة يعني، وقاعدة
بعينها ترصد مثل الرادار على لقمة الضيفة، إيش أكلت، إيش خلت، إيش سوت، وتقعد بعدين تذمه. قالت الله يقلعها، والله أنها تلقط اللحم، والله أنها أكلت صحنين، والله. واحد عنده ضيف وكان يراقبه براق، يعني عينه شغالة، فشاف الضيف كثر في الأكل، فبيقول له كذا بلهجة إخواننا المصريين لأنها لهجة حبيبة وخفيفة، يقول ما تاكل، يعني كل. قال ذاك أنا باكل. قال أقول لك ما تاكل. قال أنا باكل. قال أنت بتاكلش، أنت تلهف. يقول على بالك شوية، يعني كل بشويش، ما هو قاعد تعوز السفرة. وواحد ثاني يقول لضيفه وهم ياكل لحم، يقول له كل. قال أكلت. قال أقول لك كل. قال أكلت 2 يعني قطعتين. قال لا 3. هذا راح يحسبها. فهذه البراقة دي ما هي زينة. إذا قدمت الطعام للضيفة خلاص لا طالعين في لقمتها، تأكل قليل ولا كثير. بقي واحدة، الحداقة، وهي التي تحدق ببصرها في كل شيء. إذا طلعتها السوق طبعا يلبي حاجة الناس كلهم، لكن تبغاك تشتري لها كل اللي في السوق. تمر على أدوات المنزلية تقول غير لنا الثلاجة وجيب لنا كذا، تمر على المفروشات، تمر على كل شيء تبغاه. لا، ما يجوز للمرأة. المرأة عليها أنها تحدد طلباتها باحتياجاتها في البيت، لأن السوق لا يستطيع زوجك أن يشتريه، ولا تستطيعين أيضا أن تستوعبيه في بيتك، وإنما اطلبي المعقول والذي تحتاجين إليه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you عندما يأتي ملك الموت يسلب الروح. رحم الله فلان كان وكان لن تذكر إلا الأعمال.